مرحبا بكم في قناة واش فراسك للأخبار. ليصلك كل جديد، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة. عاد مشكل نفاذ السيولة المالية بعدد من الشبابيك الأوتوماتيكية بالمغرب ليثير غضب واستياء المواطنين، خاصة مع تزايد الإقبال على سحب الأموال خلال الأعياد والعطل. واضطر عدد من الزبناء إلى التنقل بين عدة وكالات بنكية بحثاً عن شبابيك تتوفر على السيولة، ما تسبب في ازدحام ومعاناة لفئات عديدة من المواطنين. وأكد شتور علي رئيس الجامعة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك أن توفير الأموال داخل الشبابيك البنكية يعتبر حقاً قانونياً للزبناء، مشدداً على أن تكرار هذه الأزمة يؤثر سلباً على ثقة المواطنين في الخدمات البنكية، خصوصاً خلال الفترات التي تعرف ضغطاً كبيراً على عمليات السحب. كما دعا المتحدث المؤسسات البنكية والجهات الوصية إلى التدخل العاجل لتفادي تكرار هذه الاختلالات عبر تعزيز المراقبة التقنية وتحسين التواصل مع الزبناء لضمان استمرارية الخدمات وتوفير السيولة الكافية بجميع الشبابيك الأوتوماتيكية. ليصلك كل جديد، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة.